تعرفت على الأستاذ أشرف من خلال الأعمال اللي بينشرها على الفيسبوك، وشددني جدا وعجبتني بصراحة. حاجة قيمة جدا وممتازة. وتواصلت مع الأستاذ أشرف وهو تكرم مشكورا، قبل دعوتي وزارني هنا في مكتبي مؤسسة الفتاح الخيرية، وتحاورنا وإن شاء الله اتفقنا ان احنا يكون في بروتوكول تعاون بين المؤسسة والأستاذ أشرف، إنه هيقوم بتدريب ناس محتاجين لفرص عمل يعتمدوا على نفسهم، واللي احنا على مبدأ ماشيين بيه صيني علمني كيف اصطاد سمكة ولا تعطيني سمكة. فتقريبا متفقين على كده المبدأ طبعا. ده هو استاذ اشرف، وجزا الله كل خير. انا معاك وليا الشرف ان اكون داعم للمؤسسه الخيريه. ده شرف لنا استاذ اشرف، وان شاء الله هنعلن قريبا على دورات تدريبيه مجانيه هتقوم بتكفيلها المؤسسه الفتاح الخيريه بتدريب العماله على اتاحه فرص عمل جديده، بالتعاون طبعا مع مديرة المكتب الباشمهندس إيمان، والبروتوكول التعاون دهوت مع الأستاذ أشرف. وشاكرين جدا الزيارة بتاعت حضرتك. أنا اتشرفت بحضرتك واتشرفت بالباشمهندسة، ربنا يخليك يا باشمهندسة. بداية خير لينا ولحضرتك، يعني دي يمكن أول فرصة عمل موجودة للشباب بتكنيك جديد بحاجة جديدة، أكيد هتبقى مفيدة وهتفتح أبواب خير كتير طبعا. هو الأستاذ إبراهيم قال لي إن حضرتك مهتمة جدا إنك يعني توفري فرص عمل بالذات للسيدات اللي بتعول، صح كده؟ ده حقيقي. اتفضل حضرتك. يعني ده أول أولوياتنا في المجال هنا، لأن احنا طبعا عندنا حالات أرامل كتير ومطلقات كتير وشباب، وحضرتك عارف فرص العمل يعني ضعيفة، والتضامن بصراحة بتشجع الكلام ده جدا يعني. ده هدف المؤسسة فعلا، ان احنا نساعد الأرامل والسيدات اللي هم بيسعوا لحياة كريمة ويتعلموا حاجة تدر عليهم دخل محترم يعني ان شاء الله. يمكن حضرتك قلت لي يا استاذ ابراهيم انك كنت عايش في امريكا وكان عندك مصنع خاص بالريزن، وحضرتك عارف كويس جدا ان الفتره اللي جايه دي هو ده سوق الريزن، لان في ناس متخوفه ان تتعلم، ولان طبعا معروف ان هو يمكن تكلفته